السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا واقض لنا حوائجنا على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، أعظم رحلة يقطعها العبد في حياته هي تلك الرحلة التي يحزم فيها حقائب قلبه وروحه ويبدأ السير إلى الله. ولأن تذهب إلى الله تعالى برضاك واختيارك خير لك من أن تذهب إليه مذلولا مجبرا بعد انتهاء حياتك. وقال: إني مهاجر إلى ربي. أيها الإخوة الكرام، القلب هو وديعة الله عندك، فإياك أن تفرط به أو أن تهمله. القلب هو محل نظر الله عز وجل، وهو أنفس وأشرف وأغلى ما يمتلكه الإنسان، فهو طريقك إلى الله، لأن السفر إلى الله ليس سفرا بالأقدام، وإنما هو سير القلوب إلى الله. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب يا رب يا رب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أصحاب القلوب السليمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.